من بعد ماتش الأهلي وطلائع الجيش وأنا مخنوق ومش عارف أتكلم، مش عارف أقول إيه، ومش عارف وصلنا لكده إزاي أصلا. فضلت أسكت وأهدى شوية عشان ما أطلعش أقول كلام انفعالي ملوش 30 لازمة. الكل دلوقتي بيحمل الخطيب نتيجة اللي بيحصل. عندهم حق الصراحة. زي ما الخطيب كان بياخد كل الكريدت والمدح لما كنا بننيم الكل من المغرب، دلوقتي لازم يتحمل مسؤولية اللي وصلنا له. القصة مش وليدة اللحظة. القصة دي سلسلة من التراكمات والأخطاء الفنية والإدارية بقالها كتير. البداية أعتقد كده من وجهة نظري كانت مع مترجم كولر الجوادي. الجوادي ده سبناه لغاية لما سيطر على الراجل تماما، وابتدى بقى يفكر انه ياخد صلاحيات فنية اكبر بكتير من مهام وظيفته كمترجم. الراجل مترجم بس لا اكتر ولا اقل يعني. لما الموضوع كبر واضطرينا نمشيه، كولر تاه. حس انه بقى عامل زي البهيمة الغريبة. ما هو المترجم ده هو اللي كان بيعمل له كل حاجة، كان بيقول له كل حاجة بتحصل حواليه وخصوصا على السوشيال ميديا. المهم مشينا كولر وجبنا النحاس عشان يلحق اللي فاضل من الدوري. النحاس نجح بمساعدة بيراميدز انه يجيب الدوري اللي ما كانش فيه امل. لولا ان بيراميدز خسر ماتشين ما كناش هناخد الدوري. المهم مشينا النحاس وجبنا عبقري زمانه الكفتاجي ريبيرو. جبنا ريبيرو عشان يقود نجوم بملايين. فين بقى؟ في أهم بطولة كرة قدم، كأس العالم للأندية. الراجل ده ما كانش يحلم يعدي قدام سور النادي الأهلي، ولا كان يحلم يروح كأس العالم للأندية. راجل زيرو خبرات، زيرو أفكار. أنا مش قادر أنسى منظره والخضة اللي كان مخضوضها في المؤتمرات الصحفية في أمريكا وقت كأس العالم للأندية. منظره يا عيني كان يصعب على الكافر. المهم مشينا ريبيرو وقعدنا بقى ندقق ونمحص ونسافر ونروح ونيجي لغاية لما استقرينا على يس توروب. أول ما جه توروب كان مقبول مش وحش يعني، لكن من بعد كأس الأمم الأفريقية والأداء والسيطرة على الفريق كله في النازل. نرجع شوية لعقود المدربين. عقد مارسيل كولر كان عقد مقفول، يعني تمشيه تديله عقده بالكامل. ناس كتير هاجمت الأهلي على الموضوع ده، لكن بالنسبة لي الغلطة دي كانت مفهومة ومبررة. كولر بعد سنتين مع الأهلي كمية بطولات وأداء ونتائج بالأربعات وبالخمسات حاجة كانت فظيعة. فكولر جات له عروض كتيرة جدا وخصوصا من السعودية وبأرقام كبيرة قوي. فطبيعي انه يقول لك أمني، وطبيعي انك تقبل بشروطه. لكن اللي مش مفهوم بقى بالنسبة لي ان انا اروح اجيب واحد زي ريبيرو ده كان بياخد 30 ألف دولار في أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا، واعمل له عقد ب100 ألف دولار، وكمان احط له شرط جزائي 3 شهور. ليه؟ بأمارة ايه؟ ده انت لو قلت له تعالى خد سندوتشين واديها يعني هيوافق. الراجل مش لاقي اصلا، ما يحلمش يجي الاهلي. نفس الغلطة بتتكرر مع تورب. مرتب تورب كبير والشروط الجزائية اللي في عقده مجحفة. انت لو مشيته دلوقتي هتديله سنتين كاملين. ليه الشروط الجزائية دي؟ او تورب ده احنا جايبينه ما كانش بيدرب حد، كان قاعد في البيت. صحيح كان بيدرب في ألمانيا قبل كده، لكن وقت ما جبناه ما كانش ماسك فريق. فليه بتحط شروط جزائية تفحمنا كده؟ ولو مشيناه بعد سنة يعني آخر الموسم ده اللي هو تقريبا في 1 يونيو، هتديله 3 شهور شرط جزائي. راجل بياخد 200 ألف، يعني ادي 600 ألف دولار راحوا في الشارع. المهم دخلنا الموسم ده من غير مساك، من غير باك شمال، من غير مهاجم. بعد ما مشينا يحيى عطية الله وعلي معلول وكريم الدبيس، رحنا بدلناه بمحمد شكري. كريم الدبيس أحسن من محمد شكري 100 مرة. ومشينا رامي ربيعة ومشينا أسامة أبو علي وما جبناش غيرهم، وقلنا نسند ونتسكع كده على الموجودين لحد ما نجيب صفقات في الشتاء. جاء الشتاء وعملنا ميركاتو ولا أسوأ ميركاتو أعتقد في التاريخ عمله الأهلي. ميركاتو بيقول لك إن إحنا لا عندنا سكاوتينج ولا إدارات ولا تعاقدات ولا أي حد بيفهم حاجة. حد يقول لي أسامة هلال ده ايه مؤهلاته ولا ايه خبراته عشان يمسك سكاوتينج ولا ادارة تعاقدات في الاهلي؟ يلا ما علينا.
المصيبة بقى ان الصفقتين الوحيدتين اللي تقدر تقول عليهم معقولين، يعني مش سوبر لكن يعني صفقات ماشي حلقة كويسة، ترب ما كانش عايزهم. يوسف بالعمري وهادي رياض، الاتنين اللي بيلعبوا اساسيين في الفرقة لعبوا بالصدفة. ترب ما كانش عايز الاتنين ولا كان عايز ينزلهم الملعب. الباقي بقى بقية الصفقات، سواء احمد عيد، مش عايز اتكلم عليه عشان كل ما بتيجي سيرته بيعصبني. المهم احمد عيد ده ابراهيم الاسيوطي العيل الصغير برقبته، ولا عمرو الجزار لفندي جاي يتعالج عندنا، جايبينه مصاب وجاي بقى يتعالج ويقضيها نقاهه يعني. انا اصلا مش مقتنع بيه حتى لو سليم، لعيب عفياجي وما عندوش كرة خالص. ومروان عثمان مجتهد صحيح، لكن زيه زي اي ناشئ من اللي عندك في النادي، اهو بيجري وخلاص، النتيجة ايه؟ صفر. اخيرا بقى صفقة الصفقات، جيلسون كاموش. الراجل ده المفروض انه جاي في الشتاء يشيلنا يلحق لنا بقى الموسم اللي بيضيع، وهو اصلا مش جاهز ومحتاج فترة اعداد. ده لو هيطلع منه حاجة، واشك تماما لان لمساته للكرة باينة، ده غير يا عيني الخضة اللي مخضوضها وباينة عليه. ما تفهمش ايه اللي خضه، ما تفهمش اللعيبة بتيجي عندنا تتخض ليه كده. حتى محمد عبد الله الوينج الوحيد الاشول في الفرقة مشيناه وديناه سيراميكا ياخد خبرات. تبقى قاعد في امان الله كده ما تعرفش مين اللي بيمشي ومين اللي بيجيب. اللي بيمشي من عندنا بيجي اسوأ منه بكتير. ملف الصفقات في الكام سنة اللي فاتوا عايز الولعة. اداريا بقى مشينا سيد عبد الحفيظ جبنا خالد بيبو، مشينا خالد بيبو جبنا محمد رمضان، مشينا محمد رمضان جبنا محمد يوسف، مشينا محمد يوسف جبنا وليد صلاح الدين. يا حلاوة. ده غير بقى لجنة التخطيط اللي ما يعلم بها الا ربنا، محدش عارف الناس دي بتعمل ايه في النادي، او قاعدين كده بيتسلوا. مشينا هيثم عرابي بمدير التعاقدات عشان عنده مشاكل مع فضل وغالي. جبنا امير توفيق، قعدنا امير توفيق شويه، مشيناه عشان مشكله القندوسي. جبنا اسامه هلال بتاع السكاوتنج، مسيناه التعاقدات. ايه علاقه السكاوتنج بالتعاقدات؟ الله اعلم. وجبنا محمد يوسف خليناه مدير رياضي، بس ملوش اي علاقه بالفريق الاول، مدير رياضي في اي حاجه تانية بقى. مدير رياضي على مين؟ الله اعلم. تبص على المنظر كده اداريا حاجه كده ايه، زبادي خلاط، ما تعرفش مين جاب مين ومين يودي على فين. المشكله دلوقتي ان الضرب بقى نازل على الاهلي وعلى الخطيب وعلى الجهاز الفني وعلى اللعيبه، من كله بيشتم، كله بيهاجم، كله ساكن سكاكينه. وطبعا الزملكاويه ما يتوصوش، ما هو ده الموسم بتاعهم، هم بيطلعوا في الاوقات دي وهم ملوك الشماته والصيد في الماء العكر. صحيح الاهلي وحش فنيا واداريا وكمان مستباح اعلاميا، والحكام ما شاء الله ما فيش يعني حاجه تتقال، والاتحاد الافريقي كمان بقى يجي علينا، وعندنا مشاكل كبيره قوي في ملف الجمهور، وعندنا مشاكل كتير في ملفات كتير وخصوصا اداريا. واضح جدا اننا شكلنا كده داخلين على موسم صفري كرويا. محتاجين تحرك سريع، محتاجين تدخل سريع، لكن واحنا بنعمل الحاجات دي مش لدرجة اننا نهد المعبد على اللي فيه. ترب من وجهة نظري هيكمل بسبب العقد بتاعه، مش هنقدر ندفع له سنتين من عقده او اللي باقي من السنة دي والسنة الجاية كاملة، مش هينفع كده هنستنى لغاية لما السنة دي تخلص، وفي اخر شهر 5 او في يونيو الجاي يحلها حلال، ياخد ال3 شهور ويتكل على الله. انا رأيي ان احنا ممكن نضيف دلوقتي حد للجهاز الفني، عماد النحاس مثلا او اي حد فاهم اي حاجه يعني، وترب ده يقعد بره كده يبقى رايه استشاري، يقول اي حاجه نفسه فيها، ما يقولش حاجه خالص يبقى احسن كده يعني. مستحقات اللعيبه دي بقى لازم تقف لنهايه الموسم تماما، حتى لو النتائج اتحسنت لازم يشوفوا وش خشب. وكابتن وليد صلاح بتاع الحنيه ده لازم يحمر عينيه شويه، يشغل بقى الخصومات والعقوبات. نظام اطبطب ودلع ده مش هينفع. الاهلي لما بيقع بيقوم بسرعه، ودي ميزه الاهلي. ان شاء الله يقوم بسرعه زي ما عودنا. كلمتين كده من الاخر وفي النهايه يعني، من حق الناس تزعل، من حق الاهلاويه يعبروا عن غضبهم، من حق الناس تهاجم الخطيب وتهاجم مجلس الاداره. اعملوا كل اللي يعجبكم،
قولوا لكل اللي نفسكوا فيه، قدموا اقتراحاتكم، قدموا الحلول المناسبة من وجهة نظركم، لكن ما تنسوش وانتوا بتعملوا كل ده ما تغلطوش ولا تسيئوا لحد، يا ما فرحكم ويا ما شرفكم. محدش يجي على الأهلي عشان يثبت صحة وجهة نظره، محدش يسيء للأهلي عشان يغير حاجة مش عاجباه. ما تنسوش كمان ان الدوري لسه في الملعب، وعندنا كاس افريقيا كمان. الاهلي مش بيرمي الفوطة بسهولة. ما تخلوش غضبكم يدي فرصة للمتربصين والناس اللي نفسها الاهلي يقع للابد، ناس ما عندهاش دم.